السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة وز نسمة. النهاردة هناخد المحافظة التانية. المرة اللي فاتت أخدنا محافظة القاهرة وحلناها في مادة العلوم. النهاردة هنبدأ بمحافظة الجيزة. محافظة الجيزة معانا السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. السؤال الأول بيقول: يوجد الفلور في الحالة بينما يوجد اليود في الحالة. الفلور بيوجد في الحالة الغازية، لكن اليود بيوجد في الحالة الصلبة. يبقى الفلور بيوجد في الحالة الغازية، لكن اليود بيوجد في الحالة الصلبة. السؤال الثاني: تقع العناصر الانتقالية في الفئة والتي تتميز أرقام مجموعاتها بالحرف. العناصر الانتقالية اللي هي تكون في وسط الجدول بتقع في الفئة دي وتتميز أرقام مجموعاتها بالحرف B. ثالث سؤال بيقول: يقدر الضغط الجوي بوحدة بينما تقدر درجة الأوزون بوحدة. الضغط الجوي بيقدر بوحدة البار، لكن درجة الأوزون بتقدر بوحدة الدوبس. يبقى الضغط الجوي بوحدة البار ودرجة الأوزون بتقدر بوحدة الدوبس. رابع سؤال بيقول: تمثل حفرية الأركيوبيتريكس حلقة وصل بين الزواحف وبين الطيور. السؤال التاني بيقولي: من الشكل المقابل ده هنا عندنا شريط مغنيسيوم تحت، وعندنا هنا حامض الهيدروليك المخفف. الشكل ده عايز منه ايه؟ بيقولي عايز المعادلة اللي بتدل على التفاعل اللي هيحصل بين شريط المغنيسيوم وبين حامض الهيدروليك المخفف، وعايز اسم الغاز اللي هيتصاعد في حالة التفاعل، وعايز أثر لو قربت عود ثقاب مشتعل الغاز المتصاعد، وعايز يعرف ايه اللي هيحصل لو استبدلنا شريط المغنيسيوم بقطعة من الكربون. يبقى عندنا 4 طلبات هو عايزها بالنسبة لرسمة فيها شريط المغنيسيوم وحمض الهيدروليك المخفف. تعالوا نجيبهم مع بعض. اولا التفاعل اللي هيحصل هنا هيكون ازاي؟ التفاعل هيكون ازاي؟ هنجيب التفاعل بين شريط المغنيسيوم وحمض الهيدروليك المخفف. شريط المغنيسيوم هيبقى Mg زائد حمض الهيدروليك المخفف HCl، وهنحط على شريط التفاعل كده دايل يعني مخفف. هيدينا ايه؟ هيتصاعد لي غاز الهيدروجين، فهتبقى Mg Cl زائد غاز الهيدروجين هيتصاعد. يبقى اللي حصل المغنيسيوم زائد حمض الهيدروليك المخفف، حطيت دايل هنا شروط التفاعل، هيديني غاز الهيدروجين هيتصاعد، وهيتبقى لي الكلوريد المغنيسيوم او اللي هو MgCl. تعالوا نوزن التفاعل. هنا ال Mg هنبدل مع Cl وحيد Mg ثنائي تبقى Cl2. يبقى كده عندي Mg 1 وهنا Mg ب1 وهنا عندي ال H ب1 وهنا ال H ب2، يبقى هنا هحط 2. كده وزنت ال H ب2 هنا 2 Cl ب2، يبقى كده انا وزنت المعادلة، يعني نفس الذرات اللي داخلة هي نفس الذرات اللي طالعة. عايز اسم الغاز المتصاعد، قلنا اللي هو غاز الهيدروجين، احنا لسه شايفينه مع بعض. تمام. عايز يعرف ايه هو اثر تقريب عود ثقاب مشتعل للغاز المتصاعد. ايه اللي هيحصل لما اقرب ثقاب مشتعل للغاز المتصاعد؟ اللي هيحصل معايا لما اقرب عود ثقاب مشتعل للغاز المتصاعد اللي هو قلنا اللي هو غاز الهيدروجين هيشتعل بالفرقعة. يبقى اللي هيحصل الغاز المتصاعد هيشتعل بالفرقعة. تمام. اخر طلب هو عايزه مني بيقول لي: ماذا يحدث عند استبدال شريط المغنيسيوم بقطعة من الكربون؟ لما استبدل شريط المغنيسيوم بقطعة من الكربون مش هيحدث تفاعل، او يعني مش هيحدث التفاعل دوت. هينتج عنه ايه؟ ان مش هتتصاعد فقاعات من غاز الهيدروجين، لا يحدث تفاعل
ولن تتصاعد فقاعات من غاز الهيدروجين لو استبدلت المغنيسيوم بقطعة من الكربون. رقم ج بيقول لي قارن بين الصوديوم والفضة من حيث التفاعل مع المية. هنقول ايه في حالة الصوديوم والفضة تفاعل مع المية؟ الصوديوم بيتفاعل مع الهيدروجين، الصوديوم بيتفاعل مع المية لحظيا، يعني الصوديوم بيتفاعل مع المية لحظيا على طول، وبيتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل. يبقى الصوديوم بيتفاعل مع المية لحظيا وبيتصاعد غاز ايه؟ بيتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعة. احنا لسه قايلين فوق ان الهيدروجين بيشتعل بفرقعة، هيشتعل بفرقعة. الفرقعة دي جاية منين؟ بفعل حرارة التفاعل. تمام. الفضة بقى ايه سلوكها مع المية او بتتفاعل ازاي مع المية؟ الفضة لا تتفاعل مع الماء. يبقى الصوديوم بيتفاعل لحظيا وبيتصاعد غاز لحظيا مع المية وبيتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل، لكن الفضة لا تتفاعل مع الماء. تاني سؤال بيقول اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. السؤال الأول بيقول عناصر تجمع في خواصها بين خواص الفلزات واللافلزات. العناصر اللي بتجمع بين خواص اللافلزات والفلزات هي أشباه الفلزات. أشباه الفلزات هي عناصر بتجمع في خواصها بين خواص الفلزات واللافلزات. سؤال رقم 2 جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب أوزانها الذرية. جدول رتبت فيه العناصر تصاعديا حسب أوزانها الذرية هو الجدول الدوري لمندليف. هو الجدول الدوري لمندليف. 3 وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه 1 متر مربع وطوله ارتفاع الغلاف الجوي. ده تعريف ضغط الجو. ده تعريف الضغط الجوي. 4 أماكن آمنة يتم تخصيصها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض. أماكن آمنة بخصصها اللي أنا أحمي الأنواع المهددة بالانقراض هي المحميات الطبيعية. المحميات الطبيعية أماكن بخصصها اللي أنا أحمي الأنواع المهددة بالانقراض، والمهم تكون الأماكن دي آمنة. ب بيقول لي استخرج الكلمة غير المناسبة واذكر ما يربط بين باقي الكلمات. البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الفضة. المختلف هنا عندي هيكون الفضة. ليه هيكون الفضة؟ لأن عندي البوتاسيوم بيتفاعل مع المية، الصوديوم بيتفاعل مع المية، المغنيسيوم بيتفاعل مع المية. الفضة احنا لسه قايلين فوق بالمقارنة بين الصوديوم والفضة ان هي لا تتفاعل مع الماء. يبقى هنا اللي بيربط بين الثلاث عناصر هو تفاعلها مع المية. الوحيد اللي ما بيتفاعلش مع المية هو الفضة. 2 تلوث بيولوجي، تلوث كيميائي، تلوث ضوضائي، تلوث حراري، تلوث إشعاعي. ايه الاختلاف هنا؟ التلوث الضوضائي هو مختلف لأن الباقي هو أنواع لتلوث المية، يعني تلوث بيولوجي نوع من تلوث المية، والتلوث الكيميائي كذلك، والتلوث الحراري والتلوث الإشعاعي كل دول من أنواع تلوث المية، دول اللي بيربط ما بينهم. المختلف هنا هو التلوث الضوضائي، ليس نوع من أنواع تلوث المية. 3 بيقول لي القالب، السجل الحفري، الطابع، حفرية كائن حي. المختلف أنا عندي القالب دوت نوع من الحفريات، السجل الحفري لأ تنسيبه شوية، الطابع نوع من الحفريات، حفرية كائن كامل نوع من الحفريات. يبقى اللي بيربط ما بين التلاتة دول هو ان هما انواع الحفريات او هما من انواع الحفريات، لكن اللي مش من انواع الحفريات هو السجل الحفري. 4 الباندا، خرتيت، طائر الدود، والنسر الأسرع. ايه اللي مختلف هنا؟ الباندا مهدد بالانقراض، والخرتيت مهدد بالانقراض، والنسر الأصلع مهدد بالانقراض. يبقى المختلف هنا هو طائر الدودو، هو اللي مش مهدد بالانقراض. يبقى المختلف هنا هو طائر الدودو.
مطلوب رقم ج بيقولي احسب درجة الحرارة عند سفح جبل ارتفاعه 3 كيلو متر ودرجة الحرارة عند قمته 5.5 درجة مئوية. عايز درجة الحرارة عند ارتفاع جبل 3 كيلو متر ودرجة الحرارة عند قمته 5.5 درجة مئوية. تعالوا نشوف هنحسب درجة الحرارة ازاي. أول حاجة هنجيب مقدار الارتفاع في درجة الحرارة. احنا عندنا الارتفاع هنا بكام؟ ب3 كيلو متر، يبقى الارتفاع ب3 كيلو متر في 6.5 هيديني 19.5 درجة مئوية. يبقى أنا كده معايا مقدار الارتفاع في درجة الحرارة. ناقص ايه عشان اجيب درجة الحرارة عند سفح جبل؟ ناقص لي عشان اجيب درجة الحرارة عند سفح الجبل درجة الحرارة عند القمة، كمان دي موجودة. درجة الحرارة عند القمة 5.5 درجة مئوية. يبقى انا كده اقدر اجيب درجة الحرارة عند سفح جبل هتساوي درجة الحرارة عند سفح الجبل هتساوي ايه؟ القانون بتاعها بيقول ايه؟ بتساوي درجة الحرارة عند قمة الجبل، هو عطاهالي في المسألة اهي 5.5 زائد مقدار الارتفاع في درجة الحرارة، وده اللي احنا لسه جايبينه باننا ضربنا الارتفاع اللي هو 3 كيلو متر في 6.5 عطانا 19.5 درجة مئوية. يبقى كده درجة الحرارة عند سفح الجبل هتساوي، قلنا درجة الحرارة عند القمة اللي هي بتساوي 5.5 تمام، زائد مقدار الارتفاع في درجة الحرارة اللي احنا لسه جايبينه ب19.5. يبقى كده الناتج معانا هيكون كام؟ الناتج هيكون 25 درجة مئوية. يبقى احنا عملنا ايه في المسألة؟ في المسألة دي هو كان طالب احسب درجة الحرارة عند سفح جبل ارتفاعه 3 كيلومتر ودرجة الحرارة عند قمته 5.5 درجة مئوية. جبنا ايه؟ جبنا مقدار الارتفاع في درجة الحرارة بان احنا ضربنا الارتفاع اللي هو 3 كيلومتر في 6.5 عطانا 19.5 درجة مئوية. تاني حاجة عملناها عايزين نجيب درجة الحرارة عند سفح الجبل اللي هو المطلوب. القانون بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي درجة الحرارة عند قمة الجبل اللي هو عطاهولنا في المسألة ب5.5 زائد مقدار الارتفاع في درجة الحرارة اللي احنا لسه جايبينه، يبقى 5.5 زائد 19.5 هتساوي 25 درجة مئوية. يبقى كده احنا خلصنا المسألة. السؤال رقم 3 بيقولي اختر الإجابة الصحيحة. يعتبر ايه من الهالوجينات؟ الصوديوم؟ لا. الهيليوم؟ لا. الكالسيوم؟ لا. ايه اللي من الهالوجينات؟ هو الكلور. يبقى الكلور من الهالوجينات. 2 بلورة الثلج ايه الشكل؟ خماسية؟ لا. ثمانية؟ لا. رباعية؟ لا. بلورة الشكل هي سداسية الشكل. كمان السؤال ده كان موجود في محافظة القاهرة، يبقى كرر معانا تاني مرة، المفروض نكون حفظناه ان بلورة الثلج سداسية الشكل. 3 تتكون الشهب فيه. الشهب بتتكون فين؟ الشهب بتتكون في الميزوسفير. رقم 4 بيقولي يستدل من ايه على حدوث الانقراض؟ بستدل من ايه على حدوث الانقراض؟ بعرف منين على حدوث الانقراض؟ على وجود الحفريات. من وجود الحفريات بستدل ان في انقراض.
ب بيقولي ماذا يحدث في الحالات التالية: زيادة العدد الذري لعناصر المجموعة الواحدة بالنسبة للحجم الذري. لما بيزيد العدد الذري، اللي بيحصل للحجم الذري بيزيد الحجم الذري، يبقى الإجابة هي زيادة الحجم الذري. تاني سؤال بيقولي تصريف مخلفات المصانع في مياه نهر النيل. اللي هيحصل لما أصرف مخلفات المصانع في مياه نهر النيل؟ اللي هيحصل إن المية هتتلوث كيميائيا. لما لما أصرف مخلفات المصانع في مياه نهر النيل، أو الماء هتتلوث كيميائيا، فدوت هيؤدي إلى تعرض الإنسان للإصابة بموت خلايا المخ أو فقدان البصر وسرطان الكبد. يبقى ماذا يحدث عند تصريف مخلفات المصانع في مياه نهر النيل؟ هيحدث تلوث كيميائي للماء، وده بيؤدي إلى تعرض الإنسان للإصابة بموت الخلايا المخ وفقدان البصر وسرطان الكبد. رقم 3، ايه اللي هيحصل لو مش موجود الحزامين؟ هيحصل ايه؟ اللي هيحصل عندي لو هما مش موجودين، هتصل الأشعة الكونية المشحونة الضارة إلى سطح الأرض، مما هيعرض الكائن الحي، هيعرضه للتهديد بالخطر. يبقى هتصل الشحنات الكونية المشحونة الضارة إلى سطح الأرض، مما يهدد حياة الكائن الحي. 4 بيقولي إيه اللي هيحصل لو دفن كائن حي قديم فور موته سريعا في الثلج؟ هيحصل ايه لو كائن حي عندي مات ودفنته سريعا بعد ما يموت في التلج؟ هتتكون لي حفرية كائن كامل محتفظة بكامل هيئتها. يبقى هتتكون له حفرية كائن كامل هيحتفظ بكامل هيئتها. ده لو الكائن الحي عندي مات وفور موته سريعا حطيته في تلج، هيتكون حفرية كائن كامل محتفظة بكامل هيئتها. تمام، كده خلصنا ب. ندخل على ج. بيقولي ايه في الشكل ده؟ عايز يعرف اسم الطائر، وعايز يعرف هو منقرض او ولا مهدد بالانقراض. الطائر ده اللي انتوا شايفينه، الطائر ده اسمه طائر ابو منجل، وهو طائر مهدد بالانقراض. وهو طائر ابو منجل وهو طائر مهدد بالانقراض. 4 بيقولي صوب ما تحته خط. يستخدم الهيدروجين المسال في حفظ قرنية العين. لا، مش الهيدروجين اللي بيستخدم في حفظ قرنية العين، اللي بيستخدم هو النيتروجين. 2 يمكن معرفة الطقس المحتمل لليوم باستخدام الالتيميتر. لا، معرفة الطقس المحتمل لليوم بستخدم الانيوريد. 3 توجد حفريات الصراخص في صخور الأحجار الجيرية بجبل المقطم. مش الصراخص اللي بتكون موجودة، ولكن اللي بيكون موجود هو النيميولايت هو اللي بيكون موجود. 4 تدمير الموطن من أهم العوامل بتؤدي إلى تكييف الأنواع. لا، تدمير الموطن بيؤدي إلى انقراض الأنواع. ب علل عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري الحديث متشابهة الخواص. ليه عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري الحديث بتكون مشابهة الخواص؟ لأن عناصر المجموعة الواحدة بتتفق في ذراتها في عدد الإلكترونات في المستوى الطاقة الأخير. يعني الاتفاق ذراتها في عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. مستوى الطاقة الأخير بتكون تتفق في عدد ذراتها في عدد الإلكترونات. 2 بيقولي يسمى الجزء العلوي من الثروموسفير بالإيونوسفير. ليه بيسمى بكده؟ بيسمى بكده لاحتوائه على أيونات مشحونة. يبقى لاحتوائه على أيونات مشحونة. 3 خطورة مركبات الكلوروفلوروكربون على البيئة. الخطورة بتاعتها على البيئة ايه؟
الخطورة بتاعتها على البيئة اللي هي بتسبب حدوث ظاهرتين: حدوث ظاهرة تآكل طبقة الأوزون والاحترار العالمي. يبقى بتسبب تآكل الأوزون، ظاهرة تآكل الأوزون والاحتراق العالمي، الاحترار العالمي. 4. تسمية النسر الأصلع بهذا الاسم. ليه سمينا النسر الأصلع بالاسم ده؟ لأن رأس بتاعة النسر ده بتكون مغطاة بريش أبيض، فبيبدو من بعيد إن هو أصلع. يبقى ليه سمينا النسر الأصلع بالاسم ده وسمينا نوع النسر ده بالنسر الأصلع؟ لأنه رأسه مغطية بريش أبيض يجعله وهو بعيد يبدو كأنه أصلع. يبقى رأسه مغطية بريش أبيض وهو بعيد يبدو كأنه أصلع. آخر سؤال معانا بيقول: حدد موضع العناصر الآتية في الجدول الدوري. الموضع اللي أنا حدد إيه؟ الموضع ده اللي هو عايز يحدد الدورة رقم كام والمجموعة هي إيه. إيه اللي 13 لو جينا وزعناها تبقى 2 8 3. تمام كده، 13 اهو. KLM لما نيجي نوزعها يبقى هنا الدورة هعرفها ازاي؟ احنا عندنا 3 مستويات طاقة، يبقى هي بتقع في الدورة الثالثة. 3 مستويات طاقة يبقى بتقع في الدورة الثالثة. طب المجموعة هنعرفها ازاي؟ مستوى الطاقة الأخير كام؟ 3. يبقى هي المجموعة 3 ايه؟ مجموعة 13 أو المجموعة 3 ايه؟ يبقى عرفت رقم الدورة بعدد مستويات الطاقة 1 2 3 يبقى في الدورة الثالثة. المجموعة بمستوى الطاقة الأخير 3 يبقى هي في المجموعة 3 ايه. تاني عنصر معانا هو الأرجون 18. برضو لو جينا وزعنا العناصر بتاعته 2 8 8 2 8 8 برضو الدورة هتبقى الدورة الثالثة لأنها 3 مستويات طاقة. المجموعة طبعا احنا عارفين إن الأرجون من الغازات الخاملة، يبقى المجموعة بتاعته هي المجموعة الصفرية. يبقى المجموعة الصفرية والدورة الثالثة لأنه 3 مستويات طاقة. بكده نكون خلصنا محافظة الجيزة. يا رب أكون أفدتكم النهاردة، وأي سؤال في محافظة القاهرة أو محافظة الجيزة اكتبوه في التعليقات لو عايزين أي توضيح أنا معرفتش أوضحه في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.